هذه الدولة كانت تبدأ من الدامور في الساحل اللبناني مرورا بالشوف، العرقوب، الجنوب اللبناني، جبل عامل، الجولان، حتى الغوطتين، غوطة دمشق، ومن ثم جبل حوران. كان من المقرر أن تكون إحدى المدينتين إما السويداء أو بعقلين عاصمة هذه الدولة، وكانت تريدها بأن تكون الدولة العربية الأولى التي تعترف بإسرائيل. هذا المخطط يقول ما يلي: إسرائيل تقوم بالهجوم على جنوب سوريا وتسيطر على منطقة جبل الدروز في سوريا، وتقوم أيضا بهجوم على لبنان وتسيطر على منطقة جبل لبنان. تبدأ مقاومة من داخل السكان المحليين. هذه المقاومة التي تبدأ تستطيع أن تهزم الجيش الإسرائيلي ضمن مخطط، وبالتالي هؤلاء السكان المحليين يعلنون الانفصال عن سوريا ولبنان وتشكيل دولة تسمى الدولة الدرزية، وكانوا مجهزين لهذه الدولة العلم ومجهزين كل الأشياء المطلوبة من أجل أن تكون هنالك دولة. إضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تعترف في هذه الدولة، وهذا كان شيء يعني مذهل، أنه دولة عظمى مثل أمريكا مستعدة أن تعترف بدول طائفية تقوم في هذه المنطقة. كان الهدف تهجير العرب الفلسطينيين من الجليل والكرمل، من شمال فلسطين بالكامل، وزجهم في هذه الدولة تحت حكم أقليات. بدأت تتوافد الوفود. جولدا مائير جاءت إلى هذه المنطقة، موشي ديان جاء إلى هذه المنطقة، إيجل ألون جاء إلى هذه المنطقة. يأتوا زائرين وطبعا يعدوا الناس بأشياء كثيرة، وبالتالي يعني شو سبب الاهتمام؟ طبعا لم تعرف أن سبب الاهتمام. بدأت في البداية يعني بالتحفظ، تنظر تراقب ولا تعرف لماذا، إلى أن جاء الوقت المناسب عندما قرروا أن يقولوا هذا الأمر للسكان المحليين في اجتماع مصغر كان يضم قيادة هذه المنطقة. وبالتالي عرضوا على السكان ما يلي: أن إسرائيل ستساعدكم في إقامة دولة خاصة فيكم، وبالتالي هذه الدولة ستضم جبل الدروز وجبل لبنان، لأنه أنتم كأقلية كنتم مضطهدين طوال الوقت، وبالتالي جاء من يخلصكم من هذا الاضطهاد. الدروز لم يوافقوا، تحدثوا بلا أساس مع كمال كنج أبو صالح فقال لا، كانت هذه غلطة. وحتى اليوم أنا أقول أن إيجل ألون لم يكن غبيا، لكنه في هذا الموضوع لم يكن موفقا. فعلى أي أساس كان يريد إقامة دولة درزية؟ أليس الدروز عربا؟ أليس سوريين؟ الهدف هو إضعاف سوريا، لكن هذا لم ينجح لأنه لم يفهم أن الدروز سوريون. اختير لهذا الأمر أن يتكلموا مع كمال كنج أبو صالح، وهو عضو برلمان سوري سابق، وكان عضو فعال في الحزب القومي السوري الاجتماعي، كان بمركز عميد دفاع في الحزب القومي السوري الاجتماعي. طبعا عندما سمع كمال كنج أبو صالح هذه التفاصيل، رأى أنه من الضروري جدا أن يعرف الجانب العربي كل هذه التفاصيل، فتظاهر في قبول الخطة وطلب منه أن يغادر إلى إيطاليا. وخرج معه الضابط، عرف في حين ضابط مخابرات إسرائيلي باسم يعقوب، وطبعا اسم يعقوب هو اسم مستعار ليس الاسم الحقيقي. وهنالك في إيطاليا استدعى أو طلب كمال كنج أبو صالح استدعاء كمال أبو لطيف. كمال أبو لطيف هو ضابط في الجيش السوري سابقا، وهو أيضا من الحزب القومي السوري الاجتماعي. جاء كمال أبو لطيف إلى إيطاليا بعد الاستدعاء، فاستقبلوا كمال كنج على حدة، وطلب من يعقوب أنه يجب أن أتكلم وإياه على حدة حتى أقنعه أولا في المخطط، وبعدين ممكن أن نتكلم سويا. واتفق الاثنان على إفشال هذا المخطط حتى لو كان الثمن هو دماءهم. فتظاهر كمال أبو لطيف أيضا بقبول المخطط، وجلسوا مع يعقوب وتظاهروا أمامه أنه نحن نريد أن نخبر القيادات في الطائفة الدرزية، وبالتالي يجب أن تعطينا كل المعلومات المطلوبة حتى يكونوا على بينة واطلاع ماذا سيجري. وبدأ بتناول المشروبات الكحولية وأعطوه حتى يشرب بشكل كبير، وبالتالي أخيرا بدأ يدلي بأشياء خطيرة جدا عن هذا المخطط. كل هذه المعلومات سمعها كمال أبو لطيف، وطبعا اتفق على أن يكون هنالك شفرة فيما بعد في الرسائل. هاي الشفرة التي اتفقت بين يعقوب وكمال أبو لطيف في حينه. بعد ذلك تم صياغة شفرة بدون علم يعقوب بين كمال كنج وكمال أبو لطيف، وغيروا، أخذوا نفس الكلمات ولكن غيروا معانيها.
وقام كمال أبو لطيف بإخبار كمال جنبلاط. كمال جنبلاط في حينه فورا سارع من أجل إبلاغ القيادة السورية بما جرى، ثم بعد ذلك بحكم العلاقة القوية اللي كانت قائمة بين كمال جنبلاط وبين جمال عبد الناصر، أبلغ كمال جنبلاط الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن هذا المخطط وعن نية إسرائيل القيام بهجوم آخر. والآن هنالك حرب استنزاف، وهنالك على الجبهة المصرية طبعا بعد الهزيمة هنالك إحباط كبير. عندما علم الرئيس جمال عبد الناصر بهذا المخطط فورا كلف ضابطين بأن يذهبوا إلى العراق وإعداد جبهة لتشكل خط دفاع ثاني في حال هجوم إسرائيلي على سوريا، لأن سوريا بعد خروجها من الحرب 67 لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. وبدأ الحديث يدور أن هنالك نية إسرائيلية لهجوم آخر، بدأت تتفتح عيون إسرائيل حول هذا الموضوع. عاد كمال كنج مع يعقوب إلى هنا إلى الجولان. بعد مضي فترة قصيرة استدعي كمال كنج للتحقيق معه، وسألوه إذا كان هنالك تسريبات للجهات العربية. طبعا أنكر، وبالتالي وضعوه تحت المراقبة وبدأوا بمحاولة معرفة ما جرى بينه وبين كمال أبو لطيف، وعرفوا أن هنالك اتصالات تجري ما بينه وبين الجانب السوري، إلى أن أخيرا ألقي القبض على كمال كنج داخل بيته، وكان عنده أحد رجال الكوماندوس السوري وبحوزته أيضا أسلحة، وبالتالي اعتقل كمال كنج وحكم عليه بالسجن لمدة 208 سنوات. كمال كنج وكمال أبو لطيف وكمال جنبلاط 3 عقبات كأداء أمام المخطط الصهيوني القديم لإقامة دولة درزية. هذه الدولة